ما بيحبش ان حد ينتمي لفريق معين، لان في اتصالات بتيجي من الانديه، ليه فلان كذا وليه قال كذا وليه عمل كذا، زي ما بقول لك كده. لكن كضغط من الاستوديو التحليلي الا اذا كان المعلق بقى، يعني انا مش عايز برضو اتكلم في حق حد غايب، يعني المعلق يكون ليه علاقات او ليه كذا او ليه كذا، ودي نادر ما تحصل يعني. لكن انا بقول لك هو بيدور على شعبيه عشان تديله الاستمراريه. كابتن خالد، وانا قاعد بتفرج على الماتش، المعلق الرياضي هو اللي بيقدر ينزلني الملعب، لان انا بسمعه فبيوصف لي المباراه، طبعا ما بشوف. امتى يرجع للمعلق المصري الثاني زي ما بقول لحضرتك روشته علاج كده لمعلقينا، ان ابدا ما انا بتفرج لما الاقي معلق مصري او معلق شمال مثلا افريقيا مثلا اتفرج على المصري. هقول لك المعلقين اللي فاتوا سواء لطيف الله يرحمهم او حماده او حتى ميم الشربيني لعبوا كوره، فبالتالي عندهم ملكه فنيات الكوره، يقدروا في مجال او مساحه يتكلموا فيها. لكن معظم المعلقين حاليا منهم اللي ما لعبش. بس في دراسه يا كابتن. لا التعليق مش انت لاعب كوره، لكن الدراسه ده في الصوت، في امتى تتكلم، امتى تقول معلومه، امتى كذا امتى كذا. كان في كابتن اشرف شاكر، ده كان زميلي في اي ار تي. كابتن اشرف شاكر كان صوته مميز، وكان هوبا جول، لان برضه التعليق من ايام هوبا جول بيبقى يعني. موهبه برضه. طبعا من موهبه، ما هو صوت وموهبه، وبرضه يعني اشرف شاكر لعب كوره، كان اخو احمد شاكر الله يرحمه. قصدك بجانب الممارسه العمليه بجانب الدراسه. بقول لك انت بتتكلم عن التفوق كان المعلق المصري على ايام حماده وعلى ايام ميم الشربيني وعلى ايام الكباتن الكبار دول، ليه؟ كان عندهم ملكه ان هم لعبوا كوره وعارفين خبايا الكوره وعارفين امتى الفرصه تبقى خطره. يمكن انت بتسمع دلوقتي المعلقين بيصرخوا ويزعقوا، الكرة اصلا مش ممكن خطرة، تكون بعيده فعلا، وهو عايز يعيش. تقصد ان عنده الملكيه بتاع الاحساس بتاع الملعب لانه كان في الملعب. ايوه المعلق الرياضي. ايوه، فبالتالي ده بيتفوق فيها على اي معلق حاليا. لكن حته بقى ان المعلق بيحاول ان هو يصحي المباراه، يشعل المباراه، يسخنها عشان الناس تتابعه، هي دي بقى اللي بيتفوق فيها معلق عن الثاني. لكن في برضه ثقافه يعني إيه، انك انت تكون عارف على الاقل اسماء الانديه والبطولات. ما ينفعش اطلع اقول اسماء نادي وانا معتاد عليه ان انا اسمعه واجي اسمعه بطريقه مغايره تماما. يبقى كده فين المعلق المصري لما حد يسمعك بره ويسمع يقول لك شوف التعليق كذا او كذا، شوف التعليق. لكن احنا عندنا معلقين موجودين في القنوات المحترفه ما شاء الله عليهم، في متابعه، في ايضا المام بالانديه، واتمنى ده بالنسبه للتعليق في مصر، اتمنى ان هو يتقدم خطوه للامام ويكون في تعليق في حياد. شايف يا كابتن مين افضل معلق على الساحه الرياضيه في مصر حاليا؟ والله هم كلهم يعني فيهم الخير والبركه، لكن انا بقول لك انا اتمنى ان هم يبتعدوا عن الانتماء، ينزل يعلق الماتش. كده كابتن خالد مش كلهم بينتموا.